السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ميزان القوة. أعزائي المشاهدين، بدأ المناخ السياسي في منطقتنا يكون قريب من الانفراج، وذلك بعد الاتفاق الأخير بين إيران والمجتمع الدولي حول ملف إيران النووي. وذلك في حلقة اليوم نتناول زيارة وزير خارجية إيران سيد ظريف إلى الكويت وسلطنة عمان، وكيفية تعاطي منظومة دول مجلس التعاون الخليجي مع التطورات الأخيرة في منطقتنا، ولا سيما زيارة وزير خارجية الإمارات إلى طهران، وبالأخص موقف العربية السعودية من هذا الانفراج ما بين طهران والمجتمع الدولي. من أجل ذلك نستضيف هذه الليلة من تركيا المحلل السياسي السيد باكير أتجان، ومن مصر رئيس القسم الدبلوماسي بالعالم اليوم الأستاذ ناصر حسين. أهلا بكم ضيوفي الكرام ومشاهدي قناة بلادي. نبدأ من تركيا. الأستاذ باكير أتجان، يعني شكرا لحضورك ومعنا في برنامج ميزان القوة اليوم. السؤال الأول بعد الترحيب بك هو أنه من خلال قراءة المشهد السياسي في المنطقة بعد الاتفاق إيران 5+1، هل نحن أمام تحول في نمطية المناخ السياسي والعلاقات الدولية في المنطقة، أم هو مجرد تفاعل بين منظومات دولية وإقليمية في منطقتنا؟ تفضل. طبيعي بعد توقيع اتفاقية الملف النووي بين الدول 5+6 ألمانيا وإيران، تحولت الأنظمة الموجودة في الشرق الأوسط كلها، وأصبحت تنظر إلى هذه الاتفاقية إلى نظرة إيجابية. والسبب يعود لأنكم هذه الإيجابية سوف تعود إلى المنطقة ككل. على سبيل المثال في الدرجة الأولى سوف تستفيد منها تركيا، ومن ثم دول الخليج، ومن ثم الدول المجاورة الأخرى كلها سوف تستفيد من هذه الاتفاقية التي حصلت بين إيران والدول الأخرى. لذلك جميع الأنظمة الموجودة في الشرق الأوسط تنظر إليها نظرة إيجابية، وسوف تكون في تغيرات في هذه الأنظمة نحو تحسين علاقاتها بين بعضهما وبين إيران والدول الأخرى أيضا. وقد شاهدنا زيارات متبادلة بين جميع الأطراف الموجودة في المنطقة إلى إيران، ومن إيران إلى هذه الدول بما فيها تركيا أيضا، حيث يعني بأن الدول هذه تريد أن تكون أو يجب أن تستفيد من هذه الاتفاقية لما تخدم مصلحة الشعوب الموجودة في هذه المنطقة، لأن هذه الاتفاقيات تخدم في الدرجة الأولى شعوب المنطقة ومن ثم العالم ككل، لأن السلام إذا كانت موجودة في الشرق الأوسط إذن السلام موجود في العالم، والعكس هو صحيح أيضا. إذا كان غير موجود السلام في هذه المنطقة فتأثيرها تكون على العالم كلها. أستاذ باكير، يعني وأنت متفائل في هذا الموقف الجديد من الانفراج أو ما يسمى بالتفاعل إيران والمجتمع الدولي، ولكن اليوم وزير خارجية إيران السيد محمد جواد ظريف في زيارته الأخيرة للكويت قال إيران ليست مجبرة على تفسير هذا القرار أو هذا التفاعل الجديد. ماذا كان يقصد بذلك؟ تفضل. لم أسمع جيدا السؤال، إذا ممكن. نعم أعيد لك السؤال. وزير خارجية زيارة الكويت. نعم، وزير خارجية إيران في زيارته الأخيرة قبل أيام إلى الكويت قال في مؤتمر صحفي إيران ليست بحاجة إلى تفسير القرار أو قبول تفسير القرار الإيراني والمجتمع الدولي. ماذا كان يعني به؟ يعني أنا على ما أقرأ هذه القرار بأن هذا التصريح بأن إيران لم تكن مجبرة على تطبيق هذه القرارات التي وقعت عليها، ولكن من أجل إحساس العالم بالسلام وللمنطقة إعطائهم بأنهم هم إلى جانب السلام وإلى جانب العلاقات الجيدة مع دول الجوار ومنطقة الخليج خاصة، وقعت هذه الاتفاقية لإعطائهم نظرة إيجابية لهم.
ولكن هم في الأصل لا يحتاجون هذا، ولكن وقعوها لتطبيع العلاقات مع الدول المجاورة ولإحساس العالم كلها بأنهم هم إلى جانب السلام في المنطقة كلها. يعني أستاذ باكر، هل أنه إيران اليوم هي مقيدة بتفسير هذا القرار لدول المنطقة وتحديدا منظومة الخليج أم لا؟ طبيعي مقيدة، بعد توقيعها أصبحت مقيدة. لو لم توقع، هي في الأول لم تكن مجبرة، ولكن لما وقعتها أصبحت مجبرة في هذا التوقيع. لذلك الآن القرار سوف يتغير، ولكن طبيعي تطبيق القرار ترجع إلى حكومة إيران. حسب القوانين الدولية يجب تنفيذ هذا القرار، ولكن إذا لم تنفذ طبيعي ترجع إلى حكومة إيران، هي التي تقرر. الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية هي اللي تقرر إذا كانت تريد هذا أم لا. شكرا أستاذ، ولكن تطبيقها سوف تكون لصالح الدول كلها. شكرا أستاذ باكر. أنتقل بالسؤال إلى ضيفي من مصر أستاذ ناصر حسين. أولا أرحب بك وأشكرك لانضمامك إلى برنامج ميزان قوى من قناة بلادي. السؤال الأول هو أنه اليوم الذي حدث في المنطقة ما بين الاتفاق الإيراني والمجتمع الدولي، هل تعتبر هذا الاتفاق هو انفراج سياسي أم نقل حركة فعل سياسي قليلا إلى الأمام؟ تفضل. أولا أشكرك كثيرا، وأعتقد فعلا لديك بعض الصواب أن هذا الاتفاق مع المجتمع الدولي والغربي طبعا تطور في السياسة الإيرانية والتعامل معها. وعموما يعني الولايات المتحدة الأمريكية انتهزت فرصة وصول الرئيس روحاني، وهو رجل ذو خبرة دبلوماسية لسدة الحكم في إيران، وبالتالي أصبحنا الآن أمام تحول دبلوماسي ونوع من التفاوض مع هذا الرئيس وصولا إلى الاتفاق الأخير. وهذا يضيع الفرصة على دولة مثل إسرائيل، كانت تتشدق دائما بأنها يعني تريد الحماية وتحتاج إلى أسلحة كثيرة وتبرر وجود نووي لديها في مواجهة إيران، وكيف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عرض في الأمم المتحدة خريطة هزلية لقنبلة نووية تمتلكها إيران. وطبعا كل هذا يدحض مثل هذه الادعاءات، ولكن في نفس الوقت فإن إيران طبعا بدأت تتجاوب مع المجتمع الدولي، وبدأ ذلك ينعكس على الاقتصاد الإيراني، وكيف رأينا أن الريال والتمان الإيراني بدأ ينتعش قليلا. ولكن إيران في حاجة إلى طمأنة الجيران من الوطن العربي والخليج العربي، خاصة السعودية، والتي بدأت من الآن تتحدث عن أستاذ ناصر أعتذر المقاطعة. يعني في مسألة الطمأنة، يعني أعيد السؤال اللي سألته ضيفنا من اسطنبول باكر، هو أنه السيد ظريف في تركيا في المؤتمر الصحفي قال نحن لسنا بحاجة، يعني إيران ليست هي مجبرة على تفسير قرار، ولكن أيضا قال في هذا المؤتمر نحن نعمل أو نأتي اليوم لإزالة عدم الثقة. كيف تقرأ إزالة عدم الثقة من أنه إيران غير مجبرة لتفسير قرار لدول المنطقة؟ تفضل. أولا هو يتحدث من خلال المنظور الإيراني. إيران ترى أنها لديها الحق في امتلاك الطاقة النووية سواء للأغراض السلمية أو غيرها، وخاصة أنها دولة مهددة كانت من قبل في الغرب والتوتر في العراق. لكن عموما الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تقترب أكثر من هذا الرئيس المعتدل. في نفس الوقت لدينا جانبين هم كل لديه أسبابه في أن يستفيد من هذه السياسة. أقصد بذلك إسرائيل وإيران. أولا إسرائيل تثبت دائما للولايات المتحدة الأمريكية أنها تواجه هذا الشرير المملوء بالترسانة النووية وهو إيران، وبالتالي تحصل على مساعدات كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية وتحصل على أسلحة. في المقابل فإن إيران ترسل حكامها والإدارة الإيرانية ترسل الشعب الإيراني رسالة بأنهم يتحدون هذا العدو الإسرائيلي عدو الإسلام، وبالتالي من حقنا أن نمتلك نووي. وبالتالي إيران الآن بين فكين، بين الوضع الداخلي والوضع الخارجي. هي تريد أن توصل العالم أن لديها هذا الحق في امتلاك النووي، ولكن بمزيد من الثقة أنها لن تستخدمه في أعمال عدوانية، وأنها تفتح أبوابها للتفتيش، وخاصة أن هذا الملف النووي استخدم
بطريقة سياسية فجة لتشويه إيران ويعني الحاق العقوبات بها. لكن حتى الولايات المتحدة الأمريكية وموقفها غير واضح، لأن جون كيري في لقائه مع نتنياهو مؤخرا قال أن الولايات المتحدة لن تتنازل تماما عن شروطها مع إيران، وبالتالي أعتقد أن إيران بعد أيضا أعتذر المقاطعة، يعني هي في خضم هذا التحولات في المنطقة. الكل يدرك أن الاتفاق هو يعني مشروط ب6 أشهر، وبالتالي ال6 أشهر القادمة هي سوف تقرر نفاذ هذا الاتفاق والمضي باتفاقات أخرى إيجابية أم لا سمح الله العكس. ولكن كيف تقرأ زيارة جون كيري وزير خارجية أمريكا إلى إسرائيل، وكذلك متزامنة مع وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل إلى البحرين؟ وكيف تقرأ توجهات الجمهورية الإيرانية الإسلامية إلى الخليج، دول الخليج؟ يعني ما هي المعادلة المتقاربة وما هي التعاكسات أو الانعكاسات أو التقاطعات في هذا الجانب؟ تفضل. أولا هناك توازنات غريبة والمشكلة معقدة. إسرائيل مستفيدة من هذه القضية لأنها أمام الولايات المتحدة الأمريكية هي الضحية، وبالتالي هي تأخذ معونات ومساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية، ويسمح لها بالأنشطة النووية، وأيضا يتم تسليحها من جانب إسرائيل. هذا الاتفاق ليس يعني لا يجعل إسرائيل في حالة سعيدة، لأنها هذا يهدد ادعاءاتها ويدحض ادعاءاتها بأن إيران متشددة في امتلاك النووي. في نفس الوقت فإن إيران تريد أن تأخذ تأييد عربي أو اتفاق عربي أو بعض الطمأنة، ليس لطمأنة العرب ولكن هي رسالة للغرب أن العرب معنا وأن العرب غير منزعجين، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن إيران تهدد الخليج. بالتالي يعني الموضوع متشابك ما بين عدة توازنات. كيف أنك تواجه الداخل بأنك تقول له أنني صاحب قرار وذو سيادة وأنني أمتلك ما أريد، في نفس الوقت أنت تواجه العالم الغربي بأنك تمارس أنشطة نووية ولكنها سلمية. هناك أيضا من ينزعج من الدول العربية، وخاصة طبعا يعني المنافس التقليدي لإيران، أو يعني نستطيع أن نقول أنه دائما في توتر ما بين السعودية وإيران، وبالتالي خطوة محمد جواد ظريف إلى هذه الدول هي لكسب الثقة وللطمأنة، وأيضا هي رسالة للغرب أكثر منها رسالة للعرب أنفسهم. شكرا سيد ناصر. انتقل بالسؤال لضيفي من اسطنبول استاذ، يعني مسألة التوازنات الأمنية بالمنطقة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر منطقة الخليج هي منطقتها وأمنها، تركيا أيضا تعتبر منطقة الخليج هو من ضمن أمنها. يعني ليس من باب أولى أن يكون لجمهورية إيران الإسلامية هذا التوجه، أن يكون منطقة الخليج هو أمن إيران؟ تفضل. جميع دول المنطقة إن كانت إيران أو تركيا أو دول الخليج تريد الاستقرار، فإذا كانت تريد الاستقرار فيجب الحوار بين هذه الدول مهما كانت الأسباب. في حال قطع الحوار لم تحل أي مشكلة في هذه المناطق، لذلك يجب أن تكون الحوار لأمن واستقرار هذه المنطقة كلها. ولا ننسى شيء، بأن إيران من الدول الإقليمية الكبرى في المنطقة، لذلك لها كلمتها الخاصة في المنطقة كلها، فأي سلام أو استقرار في المنطقة يجب أن تكون إيران أيضا داخلة في هذا الشرع، وإن لم تدخل فعليا، لم تشارك فعليا، لم تكن استقرار ولم تكن سلام في المنطقة. طبيعي هذا السلام فهمته الدول الغربية وأمريكا، لأنهم فهموا بأن الاستقرار، إذا كانوا يريدون الأمن والاستقرار في تركيا ودول الخليج وبما فيها سوريا ودول المنطقة كلها، يجب مشاركة إيران في هذه الملفات كلها، فإن لم تشترك فلا توجد أمن ولا استقرار. لذلك يعني أمن الدول هي أمن إيران، واستقرار الدول هي استقرار إيران في نفس الوقت. استقرار تربطهم روابط كلها مع بعض. لذلك لجأت أمريكا في الفترة الأخيرة إلى جذب إيران إلى ناحية لحل المشاكل الموجودة، وزيارة
بعض الرؤساء والمسؤولين إلى المنطقة لاطمئنان هذه الدول بأن مشاركة إيران سوف تكون للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. استاذ باكر، يعني جنابك تدرك انه يعني العلاقات تنحكم بالمصالح، فهل تعتقد ان اليوم هذا الانفراج او هذا التقارب او هاي حركة نقل الفعل بين طهران والمجتمع الدولي حول الملف النووي الإيراني هو سوف يصب في عملية التنافس الإيجابي بين تركيا وإيران في استقرار المنطقة، أم سيدفع تركيا بلعب أدوار أعلى بتكلفة أعلى من أجل أن تكون لديها الريادة في ضمن هذا التنافس؟ تفضل. لا توجد تنافس بين إيران وتركيا أبدا في المنطقة، لأنكم كما تعرفون تركيا هي كانت 2010 التي أرادت من المجتمع الدولي بما فيها تركيا وبرازيل توقيع اتفاقية الملف النووي التي وقعت، كانت بطلب من تركيا والبرازيل وبحضور رئيس الجمهورية السابق أحمد نجاد، هذه معروفة 2010. نعم. لذلك تركيا لا تعتقد بأن توجد تنافس بينها وبين إيران في المنطقة، ولكن ودائما إلى حسن الجوار وأيضا علاقات جيدة بين البلدين، لأن الاستقرار في إيران هي استقرار في تركيا، وأيضا أمن واستقرار إيران هي أمن واستقرار تركيا أيضا، إن كانت من الناحية السياسية والاقتصادية حتى، وأيضا من نعم. الناحية العسكرية. لذلك لا توجد أي تنافس بين البلدين، والعكس هو صحيح. يعني دائما تركيا وإيران تحاولان دائما في الحوار بأن يكون دولتين صديقتين وشعوب صديقة في المنطقة، لأنهم كانوا وما زالوا لم توجد أي حرب منذ مئات السنين بين الدولتين، علما بأن الدولتين لهم مسارهم الخاص في المنطقة، يختلفون في المنهاج وفي المبادئ، ولكن حسن الجوار والعلاقات المشتركة تجمعهم دائما، وهذه لما فيها مصلحة المنطقة ومصلحة الدول كلها في المنطقة من أجل السلام. أستاذ باكر، قد يكون الكلام في عملية التعايش ويعني دفع المنطقة إلى السلام هو الكلام العام، ولكن الكل يعتقد ويدرك أنه تركيا اليوم، تركيا أردوغان تحاول أن تكون لديها القول الفصل في عملية ضبط المنطقة، يعني اكو يعني نوع من التفاهم، ولكن تريد ان تكون هي الاكثر ريادة في عملية ضبط حركة الفعل السياسي منطقتنا الشرق الاوسط. هل هذا يدفع تركيا اليوم الى تبني ادوار اعلى تكلفة على ساحة تركيا لو سمحت من اجل عدم اعطاء دور لايران؟ تفضل. طبيعي هذا لابد منه، جميع الدول تتسابق من أجل استقرار، ليست استقرار فقط، وإنما أن تكون لها كلمة في المنطقة، إن كانت تركيا وإيران أو دول الخليج أو الدول الأخرى بما فيها. تصوروا أن الدول الغربية أمريكا، إنجلترا، ألمانيا، فرنسا كلها تأتي إلى المنطقة وأن تكون لها وجود، لذلك تركيا هي في المنطقة يجب أن تكون لها وجود أيضا، ليست تركيا فقط وإيران، وفي تسابق بين الدول. يعني إذا كانت على سبيل المثال لنفترض بأن نلعب في نفس الليج ونتسابق من أجل هذه سباق بين بعضنا لكسب المباراة، هذه المباراة ولكن مباراة ودية وليست فقط كما تفهمون بأنها من أجل الحرب أو من أجل الضرب أو من أجل القتل، وإنما هي من أجل الاستقرار، من أجل السلام في المنطقة. لذلك يجب أن تكون تسابق بين هذه الدول المنطقة، وخاصة بين تركيا وإيران في الدرجة الأولى، على أن يكون لهم الفصل الأكبر أو الحق الأكبر في هذا السباق، لأنهم موجودون منذ مئات السنين في هذه المنطقة. لذلك يجب أن يكون لهم فوائد مكتسبة لشعوبها ولشعوب المنطقة كلها. شكرا أستاذ باكر. انتقل السؤال إلى أستاذ ناصر. أستاذ ناصر، يعني هناك بدأ المتخصص أو المتابع لهذا الشأن أنه يدرك أنه الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت منقسمة إلى حد ما بين رؤية الإدارة الأمريكية ورؤية الكونغرس الأمريكي. اليوم هل الولايات المتحدة الأمريكية ضمن توجهات الجديدة للسياسة الخارجية هي في موقع
حرج قد يعمل يعني صعود الصقور على نوعية الخطاب السياسي والقرار السياسي الأمريكي بتغيير موقفه، أم أن الإدارة الأمريكية مصممة رغم كل الضغوط الداخلية في أمريكا أن تمضي في عملية حل الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية؟ تفضل. اولا يعني كنت ان اعلق على الكلام السابق انه لا يوجد منافسه بين تركيا وايران. اعتقد ان هناك بعض التنافس والخلاف والنقاط الاتفاق ايضا. هم يختلفون في سوريا، نعم. يعني وكان هذا خارج الموضوع. هم ايضا في سباق نحو الولايات المتحده الامريكيه، من يكون يعني له الثقل في المنطقه، وبالفعل هما دولتان لهما الثقل، وهذا ما دفع في السابق الامين السابق لجماعه الدول العربيه عمرو موسى ان يطلق مبادره حسن الجوار ما بين هذه الدول. عموما اعود للسؤال، الولايات المتحده الامريكيه ماضيه في سياستها، وان المعارضه الداخليه هذا شيء طبيعي داخل الولايات المتحده الامريكيه، وهناك فعلا من يعارض بدعوى امن اسرائيل وهكذا، ولكن العالم الان يمشي في طريق الدبلوماسيه. انا اعتذر للمقاطعه، يعني نعم. اعتذر المقاطعه، هي ليست معارضه. نعم. يعني جنابك تدرك والساده المشاهدين ان هناك توجهات في الكونغرس الامريكي لاعطاء سله جديده من العقوبات ضد ايران، وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما يحاول ان يقلل من هذا التوجه الامريكي في الكونغرس الامريكي. يعني هذا هو، ليست هي معارضه عاديه، هو هناك توجه أيوة للجمهوريين في عمليه نعم. احباط الفعل السياسي للاداره الامريكيه. تفضل. اولا طبعا معروف داخل الولايات المتحده ان هناك الديمقراطيين والجمهوريون، والديمقراطيون الان هم في سده الحكم، هم تبع اداره اوباما، ولكن طبعا الكونجرس له ثقله. لكن المجتمع الدولي بدأ يتجه نحو التفاوض مع هذا الرئيس الجديد المعتدل. أعتقد أنه لولا وصول حسن روحاني إلى السلطة لم كنا نشهد هذه التحولات من جانب الغرب أو من جانب إيران. أيضا لو دققت جيدا الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها القدرة للعب مغامرات جديدة في المنطقة، خاصة مع يعني ملفاتها السابقة في العراق وفي ليبيا، وأيضا القضية السورية وما يحدث الآن في سوريا. لا يمكن لدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل في مواجهة مع إيران بشكل آخر أو مختلف، وحتى يعني أسلوب العقوبات وهكذا لم يجدي بنتيجة، وبالتالي رأينا هذا التحول. وبالمناسبة العراق إيران والولايات المتحدة الأمريكية هم من أكبر الشركاء التجاريين، ولا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تستغني عن البترول الإيراني، وبالتالي هناك نقاط اتفاق. وبالمناسبة أيضا حتى العلماء الذين يعملون في البرنامج النووي الإيراني تدربوا على أيدي أمريكية، وكانت الخبرة أمريكية، وإلى الآن إيران تشتري برامجها بالإنترنت من الولايات المتحدة الأمريكية. بالفعل هناك شباب وعلماء جديدون الآن يعملون في البرنامج، ولكن بين الدولتين مصالح غير ظاهرة، لكن هو اللعب السياسي فقط. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية إلى الآن تتمسك ببعض العقوبات لأن الاتفاق الأخير ليس نهائيا، هناك بعض النقاط العالقة التي لم يصل إليها الجانبان إلى اتفاق. وأنا أعتقد بالفعل كما قلت أنت في البداية، يعني أو كما قلت على لسان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أن هذا الاتفاق لن يلزم إيران 100% تماما، لأنه إذا حدث تحول من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن إيران سوف ترد وتتغير في مواقفها، ولكن إلى الآن الأمور تسير في منحى جيد، وهذا هو مكسب لإيران في نفس الوقت، وضغط على إسرائيل التي لا تريد مثل هذه الاتفاقات. ولكن دعنا ننتظر ونرى ماذا سيتم في المستقبل. كلما كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مرونة أكثر فإن هذا الاتفاق سوف يسير، لكن هناك بعض الشروط والمحاذير من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران، وهذا ما ترجمه بالفعل وبصراحة جون كيري في زيارته لتل أبيب مطمئنا نتنياهو بأن الولايات المتحدة الأمريكية متمسكة ببعض الشروط وهناك بعض العقوبات، وربما هذا غزل للمعارضة من الجمهوريين في الداخل في الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ ناصر، أبدأ من حيث انتهيت. غزل، هل تعتقد اليوم زيارة وزير خارجية بريطانيا إلى الكويت هو غزل أوروبي للدول الخليج، وبالتالي يعني سوف نشهد ضمن هذا التحول أو هذا الأفعال السياسية تغير في موازين القوى في المنطقة الدولية في منطقة الشرق الأوسط؟ تفضل.
هو بالفعل نوع من المحك، يعني هذه الدول الآن على المحك. هي تريد لأن الموضوع معقد وفيه كثير من التوازنات. يعني أنت الآن في قضية يدخل فيها الجانب الإيراني والجانب التركي إلى جانب إسرائيل، ثم الجانب الأهم وهو الجانب العربي والولايات المتحدة الأمريكية. بالتأكيد زيارة وزير الخارجية الإنجليزي أو البريطاني للكويت هو نوع من الطمأنة لهذه الدول، لأن الكويت بالتحديد والسعودية والدول المواجهة من الخليج العربي مع إيران ليست مطمئنة تماما إلى الجانب الإيراني وقلقة. نحن إلى الآن طبعا لدينا قضية هامة كعرب، وهي موضوع احتلال إيران للجزر العربية الإماراتية، طنب الكبرى وطنب الصغرى، وهم يعتبرونها جزء من إيران. هذا هو خلاف عربي مع إيران بالرغم من هذا التقارب من المصالح والثقافة، وبالتالي لابد من أن يطمئن الغرب دولة بترولية كبيرة بحجم الكويت عن مسار هذا الاتفاق، وأنه سوف يجدي بالسلام في المنطقة. وأنا أعتقد أن هذا نوع جيد، لأن إيران نفسها تم تشويهها بطريقة كبيرة جدا بسبب هذا الملف النووي. وفي نفس الوقت هذه الدولة تمضي في الناحية التقنية والتقدمية بطريقة جيدة. إلى الآن تحاول أن تصنع طائرات محليا وبعض الأسلحة، وبالتالي وحتى أنها تقنيا تقدمت. وبالتالي إذا كان هناك اتفاق ما بين الغرب وإيران نتمنى له أن يسير بالطبع على خطة جيدة، فهذا يطمئن المنطقة ويضع بعض الشروط والقيود على إيران، ربما تكون هي فيها نوع من الطمأنة للجانب العربي. أستاذ ناصر، يعني مسألة الجزر هي مناطق موجودة أو جزر موجودة في مياه الخليج، وهي مناطق وجزر متنازع عليها. وأعتقد السيد ظريف في نفس المؤتمر الصحفي قال سوف نعمل على إزالة عدم الفهم الموجود بين هذه الدولتين الإمارات وطهران. وأعتقد هناك نوع من الخطوات الدبلوماسية في هذا الجانب. ولكن دعني ننتقل إلى ضيفي من اسطنبول باكير. أستاذ باكير، هل تعتقد اليوم إيران تطرح نفسها في المنطقة بحلة جديدة تحاول أن تبعد تركيا إلى حد ما عن نوع التقارب التركي الخليجي، أم أن تركيا وعلاقاتها بالمنطقة دول الخليج هي ثابتة غير متغيرة؟ تفضل. لا أظن ذلك، لأن علاقة إيران مع دول الخليج مع كل هذه التوترات التي تبحثون عنها ما زالت قوية، كانت وما زالت قوية، لأن إيران لها ثقلها في دول الخليج منذ القديم وما زالت، وتركيا أيضا لها ثقلها ولم يتغير أي شيء. ولكن في الفترات الأخيرة خاصة مع الربيع العربي أصبحت وزن تركيا تغيرت، أصبحت أفضل أو أكثر مما كانت عليه سابقا. وهذا ليس تعني بأنها على حساب إيران، لأن كما قلت قبل قليل الدولتين هم دول إقليمية كبرى في المنطقة. أستاذ باكير، أنا آسف المقاطعة إذا كنت تسمعني. أستاذ باكير، أن يكون لهما ثقلهما الخاص أستاذ باكير مهما كانت الأسباب. أستاذ باكير آسف. دول المنطقة تحتاج إلى بعضهما البعض، فربما بعض الأحيان نرى بأن إيران لها وزن أكثر من تركيا، وبعض الأحيان نرى تركيا لها وزن أكثر من إيران، ولكن لا تعني بأنهما في سباق مستمر، لأنهم حسب الملفات وحسب الوضع السياسي في المنطقة بعض الأحيان التراجع يكون لتركيا وبعض الأحيان لإيران. ولكن أستاذ باكير إذا كنت تسمعني، أستاذ باكير، علاقات خاصة جدا جدا مع دول الجوار ومع دول الخليج خاصة جيدة جدا. وهذه لا تعني بأن الآن إيران تغير من الموازين الموجودة، وإنما تريد أن تكون في الفترة الأخيرة، لأنها من أجل الملف النووي أعطت فكرة بأنها تريد تدمير أو تريد حرب في المنطقة أو تريد استيلاء بعض المناطق الموجودة في دول الخليج. وهذا كانت يجب على إيران أن تعطي تطمينات لهذه الدول. وسبب الزيارة خاصة بعد توقيع الاتفاقية
الملف النووي بأن لا توجد أي مشكلة بينها وبين دول الخليج أبدا، وهي على استعداد حل المشاكل المتعلقة بينهما عن طريق الحوار، لأن إيران تريد أيضا أن تعم السلام في المنطقة بينها وبين دول الخليج، بينها وبين تركيا، بينها وبين الدول كلها. لذلك تسعى جاهدة بأن تعطي نظرة جيدة عنها في دول الخليج خاصة الآن. ولكن تركيا تحاول قدر الإمكان بأن تعطي أيضا مما كانت عليه سابقا، بأنها إلى جانب هذه الدول وإنها مستعدة لربط علاقات جيدة جدا إن كانت اقتصادية أو سياسية. لذلك لم تكن تغير سوى تغيرات بسيطة جدا جدا، ولم تؤثر على علاقة هذه الدول مع بعضهما أبدا، لأن للسلام، للاستقرار، للأمن يجب أن تكون هذه الحوار بين هذه الدول، وإن لم تكن فالدول الأخرى سوف تتدخل في المنطقة ولم تكن لصالح هذه شعوب هذه المنطقة. لذلك من صالح شعوب هذه المنطقة أن تكون الزيارات والحوار مستمر مع بعضهم البعض. أستاذ باكر، ما قصدت به أنا حقيقة في هذا السؤال أن تركيا في الفترة الأخيرة، يعني السنين الأخيرة، قد طرحت نفسها هي يعني في المنهج الطائفي، يعني في سياستها هي أكون لديها رؤية منهجية طائفية، وبالتالي المواقف الموجودة سواء يعني في منطقتنا تحديدا هي كانت أقرب بكثير جدا مع دول الخليج. ولذلك قلت أنه هل من الممكن أن يكون هناك استبعاد لدور تركيا مع تقارب خليجي بأدوار إيرانية جديدة؟ وهذا دعني ننتقل بالسؤال تحديدا إلى سيد ناصر حسين من مصر. سيد ناصر، هل تعتقد أن اليوم المنهجية الطائفية التي إلى حد ما كانت ملموسة في تركيا سوف تغيب في عملية توازنات جديدة، أم هي باقية بين تركيا ومنظومة دول الخليج؟ تفضل. لا، هناك فعلا بعض السحب الآن في العلاقات التركية العربية، خاصة موقف أردوغان وحزبه مما حدث في مصر وطرد السفير التركي من القاهرة. نعم. يعني هذا ألقى بظلاله على العلاقات العربية التركية. أيضا هناك منافسة واضحة ما بين تركيا ودول الخليج وإيران على من يكون هو المسيطر أو له البعد الاستراتيجي في المنطقة. ولكن تركيا أنا أعتقد أنها تسير دائما في ركاب الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تفاهم ما بين الدولتين، خاصة أن من قبل كان بوش قد دعم يعني انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي وهناك خلاف أيضا ما بين الموقف التركي والإيراني فيما يحدث في سوريا. لكن أعتقد أن إيران تشجع مثل هذا الاتفاق، لأنه أكيد في صالح المنطقة كما يقول الضيف، وأنه سيأتي بالسلام. ولكن هل سيستمر هذا الاتفاق؟ هل هو كافي؟ هذا ما يجب أن يتم في الدبلوماسية الدولية، أن يكون هناك تفاهم أكثر للمستقبل حول إتمام هذا الاتفاق والبرنامج وما اتفق عليه ما بين إيران ومجموعة 5+1، بأن نستمر في عدم التخصيب وأن يكون هذا البرنامج سلميا. حتى يعني اليوم حدث مؤشر خطير جدا أن السعودية تريد أن تملك قوة نووية وأنها تتفاوض مع نيويورك على ذلك، وتريد أن تبدأ. لا نريد بالمنطقة ذلك، لأن مصر أعتقد أنها أول دولة دعت إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وهذا الاتفاق يجب أن ترحب به كل الدول وأن يستمر بعدا إلى الأمام. ولكن يجب مراجعة العلاقات التركية العربية وأن تكون في اتجاه سلمي أكثر للمنطقة، لأن هناك بعض السحب ما بين العلاقات التركية المصرية وبعض الدول العربية التي تساند الموقف المصري. سيد ناصر، يعني السلام قد يكون هو خطاب للرأي العام، ولكن ممكن أن يكون يعني فعل الدول إلى تحقيق عدم السلام لتحقيق مصالحها في المنطقة. ولكن في ذكر مسألة العربية السعودية، هناك تقارير في الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنه من الممكن أن يكون هناك اتصال ما بين إسرائيل والعربية السعودية لدفع العربية السعودية إلى تبني خيار التطوير النووي مع تعاونها مع باكستان أو علماء من باكستان، وهو هذا نوع من الموازنة مع الملف أو التوجه النووي حسب معتقدات إسرائيل في إيران.
هل تعتقد أن هذا سوف يكون هو القادم أم هي مجرد تكهنات ليس إلا؟ تفضل. لا أعتقد لا نستطيع أن نجزم بذلك 100%، لأن يعني لا توجد صلة ما بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل بطريقة مباشرة، ربما تكون عن طريق غير مباشر من خلال تكون الاتصالات غير مباشرة أستاذ ناصر، يعني ليست هي عملية تبادل سفراء أو غير ذلك، يعني عن طريق وسطاء، عن طريق منظمات معينة، عن طريق الخارجية الأمريكية هي مما ننتظرها من البلدين. يعني كيري وصل إلى السعودية في وقت سابق ووصل إلى تل أبيب، يعني في طريق غير مباشر. ولكن لو نظرنا إلى الوضع العربي في الخليج، كنا بالفعل نملك مفاعل نووي في العراق ودمرته إسرائيل. الآن نحن مع منافس آخر على الجانب الآخر من الخليج يحتل بعض الجزر، وأنت قلت أنه في بعض التفاوض، ولا لا أعتقد ذلك، لأن علي الرجالي بنفسه هو أكد لي أن الجزر هذه مثل الأسكندرية بالنسبة لنا. لكن عموما يجب أن نتحرك جميعا في المنطقة، سواء تركيا أو إيران أو الجانب العربي، نحو السلام. وبالتالي الجانب العربي مرحب بالتأكيد بهذا الاتفاق، ولكن يبقى التنفيذ الجاد. وبالفعل هو هذا الاتفاق بدأ يدخل حيز التنفيذ، لكن تخوفات إسرائيل وضغطها على الإدارة الأمريكية هو ما يسبب القلق للجانب العربي، بمعنى يجب أن ترحب إسرائيل بهذا الاتفاق وأن تدفعه إلى الأمام. طبعا هي ليس لها مصلحة في ذلك، لأنها تتعلل دائما بأنها تواجه إيران. وأعتقد أن الملف الإيراني كما كان يقول الروس أنه ليس بهذه الخطورة، بل تم استخدامه إعلاميا والتهويل من شأنه، ويتمنى أن يكون هناك اتفاق آخر ومرونة أكثر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كي يسعى الطرفين إلى تطبيق الاتفاق ويصبح الملف النووي الإيراني هو مجرد مشروع سلمي. أستاذ ناصر، يعني تقول أنه إسرائيل لابد أن يعني تفعل هذا الاتفاق أو تعتبره خطوة إيجابية، ولكن نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل قال أنه هذا الاتفاق هو خطأ تاريخي قد ارتكبه المجتمع الغربي، وذلك هو رافض ويشكك بهذا الاتفاق. ودعني أنتقل بالسؤال إلى أستاذ باكير من تركيا. أستاذ باكير، هل تعتبر أن اليوم إسرائيل أو الكيان الصهيوني سوف يعمل جاهدا بدون ملل ولا كلل على أن تكون إيران هي في مرمى الهدف، وبالتالي إذا ما تقاطعت المصالح الإسرائيلية الأمريكية سوف يعمل جاهدا بإيجاد علاقات أخرى، تركيا على سبيل المثال، بإيجاد نوع من الفوضى أو خلق مشاكل في المنطقة لتفتيت الاتفاق؟ تفضل. طبيعي، ولكن قبل هذا السؤال أريد أن أجيب للسيد ناصر، لأنه قال أن تركيا في سيار أمريكا، ولكن كما تعرفون في حكومة أردوغان هو التي لم يقبل ورفض الانقلاب أو الشرعية التي جاء بها السيسي. أستاذ ناصر، أستاذ باكير، عفوا، هذا ليس موضوعنا. أستاذ باكير، هذا ليس موضوعنا، ولكن قد تكون هناك امثال في هذا الجانب. امريكي، سعودي، اماراتي، معروف هذا، كل الناس تعرف. وتركيا رفضت بشده هذا الشيء اذا كانت بسياق كما يدعون حكومه اردوغان الى مع امريكا، فكانت يجب اول الدول التي تعترف ب استاذ باكير، هذا ليس الموضوع وموضوع حلقتنا، ولكن للاسف علاقتها ليست كما يدعي السيد ناصر، وإنما نحن لنا منهاج ومبدأ خاص لم تكن مباشرة مع أمريكا، مع العلم بأن أمريكا هي قائدة المنطقة كلها مع كل الدول، بما فيها إيران، بما فيها تركيا، بما فيها السعودية، بما فيها دول الخليج، بما فيها إسرائيل، بما فيها مصر، وعلى رأسها مصر، وخاصة في المرحلة الأخيرة كما صرح كيري بأنه قال بأن الإخوان كانوا غير جيدين، ويقول بطريقة غير مباشرة بأنه يؤيد حكومة السيسي أو الانقلاب الأخير. على كل حال طبيعي إسرائيل سوف تسعى جاهدة لزعزعة الأمور إن كانت في إيران أو في تركيا أو في المنطقة، لأنها تخسر حليفتها الرئيسية وخاصة أمريكا في المنطقة. إذا كانت
أمريكا لم تعطي ما تريده إسرائيل، سوف تلجأ إسرائيل إلى هذه الدول وأن تزعزع كيانها وحكوماتها وسياساتها وتتدخل في شؤونها الداخلية والخارجية لفرض سيطرتها على المنطقة. لو لم تكن إسرائيل في المنطقة لكانت السلام تعم في المنطقة أكثر مما كانت عليه، مما كنا نتوقع حتى الآن. لذلك أنا شخصيا أقول بأن إسرائيل هي التي تحاول جاهدة بتدخلاتها الخاصة إن كانت مباشرة أو غير مباشرة لزعزعة المنطقة وأمن واستقرار المنطقة. أستاذ باكر، بعيدا عن التصريحات الإعلامية أو الخطاب يعني ما فوق الطاولة، نرى أن هناك نوع من التحفظ هو قريب إلى الشك في عملية الاتفاق الإيراني مع 5+1 من قبل العربية السعودية. المثل في السياسة يقول صديق صديقي هو صديقي. أليس المنطق هو إذا ما كانت العربية السعودية متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الغربي، وإذا ما كان هناك تقارب ما بين المجتمع الغربي وإيران، أليست من الأولى أن يكون هناك انفراج أو تقارب ما بين العربية السعودية وطهران؟ تفضل. طبيعي الدول الغربية بما فيها أمريكا تسعى جاهدة بأن تكون العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج وخاصة مع السعودية جيدة جدا، وهي هذه الاتفاقية سوف تجعل أن تكون اتفاقيات بديلة بين إسرائيل والسعودية، لأنهم ما يسعون إليه بأن تكون في المنطقة، لأن إسرائيل بقيت وحيدة في المنطقة. نعم. فلذلك سوف يسعون جاهدة بأن يكون البديل عن أمريكا في المنطقة بمساعدة إسرائيل، وهي يعني تحسين العلاقات غير الرسمية مع السعودية. سوف تكون في المستقبل القريب وسوف نراها بشكل واضح خلال الأشهر القادمة. أستاذ ناصر من مصر، يعني السيد ظريف في المؤتمر الصحفي اللي في زيارته إلى الكويت قال أنه العربية السعودية هي دولة مهمة وفاعلة في العلاقات الإقليمية، وبالتالي من يعني المهم أن يكون هناك تقارب بين طهران وبين الرياض. هل تعتقد أن هذا المدرك لدى صانع القرار الإيراني هو موجود لدى صانع القرار في السعودية؟ تفضل. يعني طبعا قبل ان ارد فقط كنت استاذ ناصر عذرا، هو ليست سجال، انا اعتذر طبعا منكم، ليست سجال وانما طبعا هو يعني للحديث. نعم تفضل. اولا الموضوع مرتبط. اولا العلاقات التركية العربية مهمة جدا للملف الايراني. اذا كان هناك تأييد من جانب دولتين كبيرتين مثل ايران وتركيا والسعودية لهذا الاتفاق الأخير فإنه سوف يمضي قدما. نعم. بالفعل العلاقات العربية التركية تأثرت ببعض السحب من جانب الموقف التركي تجاه مصر، هو موقف كان يجب أن يحترم الإدارة الموجودة والتي يتعامل معها العالم الآن. بجانب ذلك أنا أعتقد أن هذا الاتفاق هو ضد إسرائيل تماما وتسعى لإفشاله طبعا، كما قلت أنا في بداية الحلقة. أولا الإدارة الإيرانية ترسل رسالة إلى الداخل كي تثبت من حكم الملالي أنها إدارة تدافع عن الإسلام وهي في مواجهة عدو صهيوني نووي يجب أن نكون مستعدين له. في نفس الوقت فإن إسرائيل توجه أيضا رسالة الغرب أنها في مواجهة عدو خطر نووي هو إيراني يجب أن نتحسب له، والاثنين يستفيدان من القضية. إيران تستفيد من تثبيت حكم الإدارة أكثر، إدارة الملالي، ثم إسرائيل تستفيد بالجانب الاقتصادي والمعونات والحماية من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في نفس الوقت فإن الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد هي حليف أكبر لإسرائيل، أكبر من كونها الآن مقتربة مع إيران أو مع الدول العربية. بالتأكيد ما يهمها إسرائيل في الأول، ومن هنا تأتي أهمية التوازن الذي يقوم به الدولتان الكبريتان وهما تركيا والسعودية. كلما دعمت السعودية هذا الاتفاق وكلما حدث تقارب ما بين الإدارة الإيرانية والجانب العربي أصبح هذا الاتفاق أكثر قوة ومضى إلى الأمام.
لأنه في نفس الوقت كما أن هناك مخاوف إسرائيلية هناك مخاوف خليجية وعربية، ولنقل السعودية والإمارات مثل هذه الدول بالتأكيد هي تهتم بالجانب الإيراني برغم كل هذه العلاقات الثقافية والتاريخية ما بين الدولتين. إذن كلما كان هناك تأييد أكثر من ودعم من جانب تركيا ومن جانب السعودية والخليج والعالم الآن الذي يشجع هذا التفاوض، سيكون هذا ضربة لإسرائيل، وبالتالي يمضي هذا الاتفاق قدما نحو التحقق، وربما يشهد المستقبل أكثر من ذلك ونرى خطوات أكبر. أستاذ ناصر يعني أعتذر المقاطعة، يعني مسألة نعم. التخوف من قبل العربية السعودية وبعض الدول الخليج، يعني ماذا تريد هذه الدول؟ يعني أليس الاتفاق هو الحل السلمي، هو الأصل بالعلاقات الدولية؟ هل تريد العربية السعودية أو غيرها من التي تشكك وتتخوف من هذا التقارب، هل تريد أن تذهب إلى الحرب كما تريد إسرائيل؟ يعني ماذا تريد هذه الدول من تشكيكها بالاتفاق الغربي الإيراني؟ نعم. تفضل أستاذ ناصر. أستاذ ناصر تسمعني؟ أعزائي المشاهدين، يعني هناك خلل يعني في عملية الاتصال بينه وبين السيد ناصر حسين. دعوني أنتقل إلى ضيفي من تركيا أستاذ باكير. يعني هل تعتقد أن هناك شك في عملية التقارب الإيراني والمجتمع الأوروبي، وبالتالي هذا الشك قد يدفع إلى بعض الدول الخليج إلى تبني خيار الحرب ليست هي وإنما تدفع بحلفائها الغربيين والولايات المتحدة الأمريكية إلى تعميق الفجوة يعني عملية فشل الاتفاق، وبالتالي إلى عودة إلى المربع الأول؟ تفضل. نعم، طبيعي، لأن دول المنطقة تتخوف من هذا التقارب والاتفاقية التي حصلت. لذلك إيران ذهبت إلى زيارات رسمية إلى دول المنطقة لاطمئنانها بأنها هذه الاتفاقية سوف تكون من مصلحة شعوب المنطقة كلها، وليست لهدف أهداف سياسية ضد دول المنطقة وخاصة دول الخليج. لذلك كانت زيارة وزير الخارجية الإيراني في المنطقة لاطمئنان هذه الدول، ونفس الوقت زيارة بعض الدول الخليج إلى إيران كانت تريد أن تفهم ما هي موقف إيران من بعد هذه الاتفاقية وماذا سوف تفعل في المستقبل القريب مع دول المنطقة. هل سوف تكون تأثيرها إيجابيا أم سلبيا على المنطقة، وماذا تكون موقف إيران من بعد الاتفاقية؟ هل كما يدعون بأنها سوف تكون اتجاه عدائي أم اتجاه إيجابي من أجل السلام واستقرار وأمن المنطقة؟ لذلك ما زالت المناقشات مستمرة، ولكن نتمنى نحن أن تكون هذه النتائج إيجابية لصالح شعوب المنطقة ولصالح أمن واستقرار المنطقة كلها، لأن هذه الاتفاقية كما نحن قمنا بها من أقصى تركيا جاهدة للعالم كلها بأن هذه الاتفاقية التي حصلت هي اتفاقية من أجل السلام واستقرار المنطقة وليست من أجل عداء الدول مع بعضهما. شكرا أستاذ باكر. سؤال قد يكون الأخير إلى أستاذ ناصر حسين. أستاذ ناصر حسين، هل تعتقد أن اليوم مواقف دول مجلس التعاون الخليجي سوف تنقسم؟ يعني الكويت، سلطنة عمان، الإمارات هي مع الاتفاق، وهناك صمت يعني إلى حد ما هو تحفظ بين العربية السعودية، البحرين وقطر. هل تعتقد أن المواقف سوف تكون مختلفة وبالتالي سوف نشهد تطورات حتى على مستوى منظومة دول الخليج من الاتفاق الإيراني الغربي؟ تفضل. هناك اتفاق، ولكن بعض الدول طبعا لديها تحفظ، ومفهوم هذا التحفظ. اولا بالنسبه للسعوديه والبحرين، طبعا البحرين
فيها يعني شيعة موجودين وهم يتظاهرون دائما، وإيران تشجع مثل هذا التظاهر والانقلاب على الإدارة الحالية. هي ليست يعني تساند الإدارة الموجودة الحالية في البحرين، وحتى لدرجة أن بعض يعني الإيرانيين يقولون أن هذا الجزء من الشيعة هم منا والبحرين قريبة لنا. طبعا وهذا خلاف واضح ما بين الإدارة الحاكمة الآن في البحرين وإيران. بالنسبة للسعودية وإيران لا نعرف لماذا هذا يعني التوتر التقليدي ما بين الشيعية معروفة ورمز للسنة في العالم الإسلامي هي السعودية، وفي نفس الوقت هما دولتين بتروليتين كبيرتين. طبعا السعودية دولة كبرى في تصدير البترول للعالم، وإيران بالتأكيد، فبينهما تنافس. ولكن أنا أعتقد أن على الدبلوماسية الإيرانية أن تلعب دورا في ذلك، وحسنا فعل يعني وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنه سوف يتفاوض أو يزيل بعض هذه التوترات مع الخليج، وأن يراعي العلاقة مع السعودية. هذه أشياء جيدة. حتى الرئيس المتشدد من قبل محمود أحمد نجاد كان قد زار دول الخليج وزار إيران وزار مصر بالمناسبة، وهو أشاد بهذا التقارب. وبالتالي أعتقد كلما كان هناك لعب أكثر لدور الدبلوماسية الغربية والدبلوماسية الإيرانية لاحتواء مثل هذا الخلاف والتحفظ الموجود في مجلس التعاون الخليجي، أعتقد أن المساندة ستكون أكثر، ويجب أن نساند جميعا مثل هذا الاتفاق من أجل سلام المنطقة، وأن يعني نتحوط للخطوات القادمة بأن لا يكون هناك ضغط غربي طبعا من جانب الجمهوريين وضغط داخلي في إيران لإفشال مثل هذا الاتفاق. أعتقد أنه سوف يمضي قدما للأمام، لأنه يفيد الاقتصاد الإيراني ويفيد أيضا الاستقرار في المنطقة. شكرا أستاذ ناصر حسين المحلل السياسي من مصر، أشكرك لانضمامك إلينا في برنامج ميزان القوى من قناة بلادي، والشكر أيضا إلى باكر أتجان المحلل السياسي من تركيا، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى من برنامج ميزان القوى. هذه تحياتي، أنا الدكتور حازم الشمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.